السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين، إن شاء الله دمتم بصحة جيدة. ربنا يديكم مساء كما عودناكم في قناتنا المتواضعة يا جماعة. فاليوم بنتكلم عن حاجات جديدة ورسائل جديدة من يوتيوب، فهذا مهم جدا وعاجل لكل صاحب القناة اللي بيشتغل في اليوتيوب. أي واحد عنده قناة في اليوتيوب يا جماعة لازم يطلع على هذا المنشور الجديد لكي يعرف ماذا عليه وما يجب عليه أن يفعل. فاليوم يا جماعة كويس أمس في نهاية اليوم اليوتيوب عمل رسالة، وفي المنتدى اليوتيوب يا جماعة إذا كنت متابع أنت دائما وأبدا كصاحب القناة لازم تتابع أخبار يوتيوب، لأنه مرات ما هيجيك إشارات من الأخبار تبع اليوتيوب لكي تعرف المزيد أو لتعرف التعديلات اللي هو يجب أن تعرف ويجب أن تخط في بالك وتعمل حسابك شديد كي لا تكسر قناتك أو لا تكسر مجهودك على الفاضي. فنجي نشوف على هذا الإرشادات أو التعديلات الجديدة اللي حصلت في اليوتيوب. يا جماعة اليوتيوب زي ما قلنا عمل منشور، فالمنشور بيتكلم عن المنتدى. إذا طبعا كلكم عارفين ككل واحد صاحب القناة أو أنت إذا كنت مبتدئ حقق قناتك حقق شروط يوتيوب أو لم يحقق شروط يوتيوب، فبالتأكيد أنك تعرف المنتدى اليوتيوب. المنتدى اللي هو انت بتنشر فيها المنشور او بتعمل فيها الصورة وتنشر المنشور، فهذا ما يسمى بالمنتدى اليوتيوب. فلذلك عمل منشور في المنتدى اليوتيوب بيتكلم اذا عملت اي منشور في المنتدى وهذا المنشور بيخالف القوانين المنتدى فيتم حذفها من غير انذار، او اذا تطال الامر سيتم انذارك من قبل اليوتيوب. يعني ركز، اذا نشرت الصورة في المنتدى اليوتيوب تبع قناتك وهذه الصورة مخالف للإرشادات المنتدى فيتم حذفها تلقائيا. هم بيحذفوه، مش انت كان زمان بيبعتوا لك الرسالة ان هذا لم يجوز او هذا غير ملائم، لا، مرة هذه في هذه التعديلات بيتم هم بيقوموا بحذف هذا المنتدى، هذه الصورة او هذا اللي مشهور. فلذلك فاذا كررت هذا الموضوع فيتم انذارك، فاذا لن تنتبه فيتم اقفال هذه القناة كما حصل عليه. كويس، زي ما هو في المحتوى المعاد والمحتوى يعني انتوا عارفين القوانين بتاع يوتيوب. فاذا خالفت هذه الامور فيتم يا جماعه فيتم انذارك، واذا لم تنتبه لهذا الانذار فيتم شنو يا جماعه قفل هذا القناه من غير انذار او بالانذار. لانه في بعض الناس يا جماعه ما عندهم شغلة أو لم ينتبهوا لهذا الإنذارات أو لم يهتموا بإنذارات يوتيوب اللي بيعطلهم في القنواتهم أو في إيميلاتهم، فلم ينتبهوا ولم يخط له أي اهتمام. فلذلك يوم من الأيام هتلقى إن قناتك قافلة. فلذلك أي صاحب القناة لازم يمشي يشوف هذا المنشور في منتدى اليوتيوب يا جماعة ويقرأ جيدا لكي يعرف ماذا يجب أن يفعل وماذا يجب أن لا يفعل، لكي يا جماعة لا تدوش. فبيعتقد أن هذا المعلومة وصلت. تحياتي.